بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع مديحه للقديس الانبا موسى، بركه شفاعته وصلواته تكون معانا امين. وهنقول المديحه بتاعته وبعض من معجزاته، بركه صلواته تكون معاكم ومعانا امين يا رب. في كنيسه الابكار في مجمع الاطهار، قائم بكل وقار بجوري افا موسى، كان أصله عابد أوثان، قاطع طريق لزمان وسأل عن الديان بجوري أفا موسى. كان موسى من البربر، حياته مليئة بالشر، وطلب إنه يتبرأ بجوري أفا موسى. سارق قاتل زاني، حب العالم الفاني، غسلوا دم الفادي بجوري أفا موسى. سمع موسى العطشان من الآباء الرهبان، بالشيت كانوا سكان بجوري أفا موسى. سأل هل في إله له العظمة والجاه، وقلبي مشتاق لسماه بجوري أفا موسى. أجابوا أفا زيزوروس، إلهنا قوي وقدوس، تنحني ليه كل الرؤوس بجوري أفا موسى. إلهنا رؤوف وحنان، بيقبل كل التوابين، ومن محبته رضى الهوان بجوري أفا موسى. سلم نفسه إليه واترك ماضيك عليه، وبالنعمة تتوب في ايديه بجوري افا موسى. وقف موسى وقال اقبلني كابن ضال، وتوبني اتوب في الحال بجوري افا موسى. اتقدم للمسيح بقلب مفتوح وجريح، اراد ان يستريح بجوري افا موسى. قدم توبة روعة، واعلن توبته بلا رجعة، وتفاصيلها متسعة بجوري افا موسى. وإذ بملاك موجود يمسح خطاياه السود، وبيض لوحة المشهود بجوري أفا موسى. أنبا مكاريوس رآه رب سمحه ونجاه، وانكتبت ليه الحياة بجوري أفا موسى. نال أول الأسرار بالماء والروح والنار، وأزال كل الأزوار بجوري أفا موسى. ودي توبة أثرها عجيب، تشعل في القلب لهيب، والشارد يبقى قريب بجوري أفا موسى. والقاتل أصبح بار، والخاطي إناء مختار، والسارق من الأخيار بجوري أفا موسى. اشتاق لحياة الدير، وعزم يسلك في الخير، فرسم ليه خط السير بجوري أفا موسى. الشمامسة والرهبان والخدام في كل مكان، يا رب املأهم إيمان بجوري أفا موسى. أنبا موسى طوباك، قد نلت رضا مولاك، رب الكرامة صانك وحماك بجوري أفا موسى. بركة شفاعته يا رب تكون معانا ومعاكم أمين. من معجزات الأنبا موسى إن كانت في سيدة كانت بتردد دايما على الدير وبتطلب شفاعة الأنبا موسى، عشان كان بقالها زمن كتير ما خلفتش. في عيده قابلت الأب الكاهن هناك، وقعدت تحكي له بالدموع إنها نفسها في طفل ربنا يديهولها بشفاعة القديس الأنبا موسى. فبإيمان رشمها بالزيت وقال لها إن شاء الله السنة اللي جاية هتكوني جاية ومعاكي موسى الصغير عشان تعمديه معانا هنا. وبالفعل مرت السنة وجت تعمده في نفس المكان في الدير. بركة صلواته تكون معانا ومعاكم أمين. وفي واحدة تانية مرت بتجارب صعبة وعمليات جراحية، وكان في يوم الجراحة دخلت المستشفى، وكان معاها كتاب معجزات الأنبا موسى، وطلبت انها تقراه قبل العملية عشان ربنا يتمجد معاها. وكان ده بمستشفى في امريكا، ولانها كانت بتحب الانبا موسى كانت تحب تقرا عنه وعن معجزاته، فقعدت تقرا في الكتاب وتتشفع بيه، وقالت له يا اله الانبا موسى اشفيني من الجراحة دي. فترأى لها في الحلم ان هو جالها الأوضة وقال لها مالك زعلانة ليه؟ قالت له ان انا هعمل العملية الجراحية في جسمي وخايفة جدا. فقال لها فين مكان الألم؟ شاورت له عليه، فمس الألم فخف الحال. فقال لها ربنا بعتني عشان ربنا قال انا الرب شفيك، وقال لها ما تخافيش وان شاء الله مش هتحتاج العملية وتبقي كويسة. وفعلا قامت الصبح وفاكرة ان هي ده كان حلم، لكن الاطباء لما جم يشوفوها ويكشفوا عليها ما لقوش في مكان للألم ولا الجراحة، وقالوا لها دي معجزة، انت اكيد حد عمل لك معجزة. فقالت لهم طبعا القديس العظيم الانبا موسى حبيب الكل.
بركة وصلوات القديس الأنبا موسى الأسود تكون معاكم ومعانا أمين. واذكرونا دايما في صلواتكم، وما تنسوش تشاركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم. ويا رب صلوات القديسين تكون معاكم ومع أولادكم ومع عملكم، وبركة القديس الأنبا موسى عشان شفيعنا القوي. أمين يا رب.